ازاي بيكون التعارف بالايطالي؟ يعني انا عاوز اتعرف على حد بالايطالي، عاوز اعرف حد بيا وانا اتعرف عليه بالايطالي، هقولها ازاي؟ يعني اسمك ايه؟ انا اسمي كذا، بالايطالي نقولها ازاي؟ ناخد بالنا بس من حاجة، ان الايطالي زي تقريبا معظم اللغات او كل اللغات تقريبا في طريقتين في التحدث. يعني في طريقة للتحدث للمعارف، وفي طريقة تحدث للطريقة الفورمال او الرسمية. فممكن اقول له بطريقة رسمية، هقول له كوما سي كياما. كوما سي كياما يعني اسم حضرتك ايه؟ كوما سي كياما. كوما سي كياما يعني حضرتك اسمك ايه؟ ده احترام، حد معرفوش. لكن لو في حد اعرفه بنتكلم بطريقة يعني فيها معارف او كده، بقول له كوما تي كيامي. كوما تي كيامي. كوما تي كيامي يعني اسمك ايه، لكن كوما سي كياما اسم حضرتك ايه. فلازم ناخد بالنا ان في طريقتين للتحدث. يعني فلما حد معرفوش يعني من الصح شوية اكتر ان انا بقول له حضرتك، لكن لو بعرفه بكلمه بقول له بصيغة يعني انت. فكومي سي كياما معناها اسم حضرتك ايه. كومي تي كيامي اسمك ايه. وفي الحالتين هيكون الرد هيكون ميكيامو. اقول لحد اسم حضرتك ايه، هيقول لي انا اسمي كذا. لو اقول له اسمك ايه هيقول لي انا اسمي كذا. الرد في الحالتين طبعا هيكون واحد. الرد في الحالتين بيكون ميكيامو. ميكيامو يعني انا اسمي كذا، انا ادعى كذا، وبيقول اسمه بقى ميكيامو. ازاي بقول الاسم؟ بقول ميكيامو وبقدم نفسي بعد كده. ميكيامو. ميكيامو كومي سي كياما اسم حضرتك ايه، او كومي تي كيامي هيرد يقول لي ميكيامو. كده وستيب باي ستيب نبدأ نحفظ الجمل دي، عشان لما ناخد جمل اكتر يبقى احنا عارفين اكتر ايطالي اكتر شوية. فنبدأ نتعرف على الجمل دي ونحفظها، عشان لما ناخد حاجات تانية يبقى احنا نحط ده مع ده. جراتسي.